الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن شويه كتب. يعني في كذا حد الفتره الاخيره بعت لي عايزين اسماء كتب عن التمثيل. مش شرط تكون الكتب اللي قلتها لك اكون قريتها كلها، بل انا بجيب لك الكتب المنتشره جدا، او ممكن اجيب لك اسماء كتب التمثيل كلها، الوحشه والحلوه وكل حاجه، وانت تختار وتقرا وتشوف انت عايز ايه. ففي الفيديو ده الجزء الاول هقول لك على 7 كتب او 6 كتب تقدر تجيبهم وتتعلم منهم التمثيل. يلا بينا. كتب النهارده يعني هنتكلم عن التمثيل وفن الالقاء وكام كتاب كده في كمان للسينما. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. يلا بينا نبدا في اسماء الكتب. طبعا في ناس كتير تقول لي طب اشتري الكتب دي منين؟ هتلاقي عندك على القناه عاملين اماكن تشتري منها الكتب، وباختصار كده هتلاقي مواقع اونلاين تقدر تشتري منها، او ممكن تنزل سوق الازبكيه ده موجود في سوق العتبه تاني ومعروف جدا، او لما معرض الكتاب يفتح تقدر برضو تجيب منه الكتب دي. الكتب دي بتتراوح ما بين 50 70 جنيه، لو غلت جدا الكتاب ما بتعداش ال 100 جنيه. يلا بينا نبدا في الكام اسم اللي جايبينه النهارده. ومعانا اول كتاب وهو اكتشاف الممثل، وكتاب اكتشاف الممثل للاستاذ مدحت الكاشف، طبعا معروف جدا غني عن التعريف. ده كان اول كتاب معانا اسمه اكتشاف الممثل. تاني كتاب معانا وهو كتاب فن الالقاء، وهو بيعلمك ازاي تخرج المخارج صح وتقول الجمله صح وتنطق كل حرف في كل جمله هتقولها صح، ازاي المخارج والمداخل بتاعت الحروف بتاعتك. فالكتاب ده اسمه فن الالقاء لاستاذ عبد الوارث. تقدر برضو تجيبه من اونلاين او تجيبه من اي مكان متوفر حواليك. يبقى كده عرفنا اول كتابين، اكتشاف الممثل وكتاب فن الالقاء. بعد كده معانا تالت كتاب وهو كتاب مسرح الشارع. الكتاب ده برضه حلو جدا ومعروف، ولقيت تقييم كتير دي جدا على جوجل. ناس كتير بتقول الكتاب ده كويس، وهو بيعلمك ازاي تمثل. برضه معظم الكتب اللي انا بقولها بتعلمك بتساعدك التمثيل. وعايز اقول لك اي حاجه، اي كتاب هتقراه هيزيد من خبرتك، حتى لو قاري صفحه واحده بس فهي بتستفيد منها. تمام. تالت كتاب معانا او لا رابع كتاب معانا وهو الممثل والحرباء. وطبعا كتاب غني عن التعريف جدا وكتاب مشهور جدا ومعروف جدا ومش بتلاقيه بسهوله، ومعظم الكتب اللي احنا قلنا اساميها برضه مش هتلاقيها بسهوله، بس دور عليها هتلاقيها، وممكن تطبعها PDF. ده لو لقيتها. في كتاب واحد انا متاكد ان انت هتلاقيه بنسبه 100%، هقول لك عليه اول ما يجي، هو الكتاب اللي بعد ده. معانا بعد كده الكتاب الثاني وهو فن التمثيل السينمائي للاستاذه كاسي هاس. والكتاب ده انا كنت عامل عنه فيديو خاص لوحده، هتلاقيه عندك على القناه، وده متوفر على جوجل، تقدر تجيبه وتقراه بدل ما تطبعه او تعمل اي حاجه. الكتاب ده عجبني لانه هو بيعلمك التمثيل السينمائي بكل حاجه، التصوير بره والنهار وفلوس الممثلين، بيعلمك حرفيا كل حاجه عن التمثيل حرفيا. يبقى كده قلنا اكتشاف الممثل وفن الالقاء ومسرح الشارع والممثل والحرباء وفن التمثيل السينمائي. ونيجي للكتاب الثاني وهو كتاب فن التمثيل. فن التمثيل للاستاذ محمود خليل. والكتاب ده قديم جدا جدا جدا، والكتاب ده انا قريت فيه يعني بتاع فصل فصلين، وفعلا الكتاب حلو، بس الكتاب مش عميق جدا، بس طبعا كويس، يعني تحس ان هو بيديك هوامش او مفاتيح بسيطه، بس الكتاب ده حلو جدا. ونيجي طبعا للكتاب الاخير وهم سلسله كتب، بس طبعا فيهم هم 3 كتب 3 اجزاء، اخراج وتصوير وتمثيل. واحنا طبعا يخصنا كتاب التمثيل وهو الاستاذ علي بدرخان، اسمه كتاب التمثيل، هم سلسله مع بعض. تقدر تشتري كتاب التمثيل والغلافه بتاعته هتبقى لونها احمر عشان ما تتلخبطش. بكده اكون خلصت الفيديو واديتك اكتر من 5 6 7 كتب تقدر تشتريهم، واستنى جزء تاني هنقول برضه على كتب، ولسه هنقول كتب اخراج وكتب تمثيل وكتب كتير جدا. مش شرط تكون قريت الكتب دي اللي انا قلتها لك، بس بجمع لك الكتب المنتشره ومعروفه، وتقدر انت تقيم وتختار على حسب ما انت عايز تقرا. هنقول اسماء الكتب اخر مره على السريع، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. زي ما قلنا كتاب اكتشاف الممثل، فن الالقاء، مسرح الشارع، الممثل والحرباء، فن التمثيل السينمائي كاسي هاس، فن التمثيل الاستاذ محمود خليل، وسلسله الكتب اللي هي الاستاذ علي بدرخان هنجيب كتاب التمثيل. بكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. مع السلامه.